عين حورس، كلنا بنشوف عين حورس وموجودة. ما سألناش نفسنا ايه هي او ايه قصتها. هقول لك قصتها دي في الميثولوجيا المصرية القديمة. بتقول حصلت خناقة بين حورس وست، فراح جه ست خد عين حورس وبوظها. عين حورس دي اللي بيشوف بيها بمنظور بيمثل الخير والعدل. طيب حورس هيشوف بإيه؟ بيشوف بعين ست. طيب إيه عين ست بيشوف بيها إيه؟ ست بيشوف بمنظور الأنانية والعدائية. طيب حصل إيه بعد كده؟ جه حوت عالج عن حورس. تمام؟ تمام. وبعد كده صالح بين حورس وست. جميل. بعد كده حورس بقى إله السماء والعدل والخير، وعينيه بقت العين الحارسة اللي بتحمي البني آدم من المرض والشرور. طيب جميل. الحكام اللي في الدولة المصرية القديمة خدوا عينه، العين دي العين الحورس اللي احنا بنشوفها الزرقاء، تميمة انها تحمي عروشهم ورمز لاستقرار الدولة.